كابتن حماده، ازيك؟ ازيك يا نجم؟ عامل ايه يا كابتن حبيبي سعيد؟ الدولة الله يخليك. افتقدناك الاسبوع اللي فات يا كابتن. معلش والله ظروف مش كده. عاوزينها تتكرر لا تاني. مش هتكرر الله بقى يبارك لا. لك، عشان المكان ده لا عاوزينه لا مليان عوض. انا كنت زعلان والله، بس اعمل ايه الحمد ولا لله. يهمك يا كابتن متعوض. حبيبي. احنا كان عندنا ماتش الاسبوع اللي فات، ماتش نيوزيلندا. اه كان ماتش مصيري. ما هو والله مصيري بقى يعني. المنتخب. ايه يعني رايك زي في ما اتفقنا الماتش؟ في اول حلقة عملناها، يعني نمتع نفسك. هتلعب كورة دفاعية، قول من الله ان ما احنا يعني مش هنوصل حتى دور. انت ايه رايك في الماتش، في اداء لا الكابتن؟ الشوط الاولاني كان معلش، ما جيناش. ليه بقى؟ ما اعرفش ممكن يكون رهبه يعني. طب ماشي، ما احنا لعبنا الشوط الثاني كويس، ايه ممكن يكون يعني مثلا استهتار زياده بالخصم ادت الى. لا انا هقول لك بقى. اتفضل. اولا ده كان ماتش مصيري، ان احنا لازم ناخد مبدأ الفوز عشان يبقى حاجه تاريخيه تمام. في تاريخ الكره المصريه. دي كانت ضغوط مثلا على اللعيبه طبعا شيء او على الجهاز طبيعي، شيء الفني. طبيعي ان انت مثلا ماتش هو في المتناول، مم. وفي نفس الوقت ان احنا عاوزين نعمل حاجه تاريخيه، ان احنا اول ماتش في تاريخ الكره المصريه في كاس عالم نفوز. اللي احنا نفوزه. تمام. فبالتالي معلش في ضغوط نفسيه على اللعيبه، ضغوط في الضغط النفسي بينعكس على حلو. على العامل ده التكتيكي شوط اولاني. انت بانك الماتش. راجل مدير فني ومعاك تدريب والكلام ده، كابتن سعيد نفس القصه. ايه اللي ممكن كنت، او انت كنت مدرب، ايه اللي انت كنت ممكن تقول للعيبه عشان تنزل تتحول كده الشوط الثاني؟ اللي حصل في الشوط الثاني ده اللي كان يتقال في الشوط في بدايه يعني الشوط انت لو الاولاني. مكان حسين انت كنت هتقول ايه؟ يعني عاوزين الناس كلها عماله تسال وحسام حسن عامل ايه؟ كنا احنا كنت اقول لهم في حاجه واحده انت بس. قلت لهم ايه مثلا لو انت حسام حسن؟ لو انا حسام حسن مكان الكابتن حسام، يعني عاوزين نعرف انت قلت لهم ايه، اكنك انت الكابتن حسام. اقول لهم يا رجاله عشان احنا عاوزين نفرح 120 مليون. ما ينفعش الماتش يتاخد مننا، وبعدين كنا مغلوبين 1-0 ساعتها، فهمتني؟ فطبعا لازم تديهم حافز وتديهم حماس، اللي احنا هننزل الماتش الشوط الثاني ناكل الملعب مع تغيير طريقه اللعب. وطبعا وشيء طبيعي مع بعض التغييرات في اللعيبه وتمركز اللعيبه كلها، او ان عندنا جرأه شويه. طبعا ونديهم حماسه وجرأه كابتن سعيد، انا مش هضيف. لو انت كابتن حسام ما انا مش هضيف. هتعمل ايه؟ انا مبدئي العب ومتع. انا مش اصدقت، انا مش بالتالي ده اللي حصل. امال انا لما لاعب البرازيل بقى ابقى مضغوط ايه؟ تمام. ملاعب انت صح والله. المانيا هروح فين؟ لما لاعب اسبانيا هروح فين؟ انت في ده يعني. انا كنا اعترضنا مره في الماتش اللي فات كده بتاع بلجيكا، ان احنا المفروض ما نطلعش محمد صلاح. لما طلع محمد، انت انا مكان حسام حسن انا مش هطلع. انا لو مش هطلع محمد صلاح. ان محمد صلاح يلعب صراحه. لا انا بتكلم محمد صلاح ده قيمه ما ينفعش يطلع من الملعب. ولا انت رايك ايه؟ هو محمد صلاح اتغير في طريقه لعبه مع المنتخب المصري في وجود الكابتن حسام حسن. لا ما هو احنا اللي اقول لك على السبب. حسام حسن شخصيه لعيب، كان لعيب كبير، هداف كبير، ما بيهبش حد. ففي نفس الوقت انت كلاعب لو رونالدو بيلعب في منتخب مصر وشاف قيمه زي الكابتن حسام حسن، فهمتني؟ هيعمل له 1000 حساب. طول ما هقول لك على حاجه عشان احنا برضه في الاكاديميات وعارفين ومدربين وعارفين، طول ما اللاعب بيحس ان انت كنت لعيب كبير وكنت هداف وكنت عامل حاله كويسه اثناء ما انت كنت بتلعب يا كابتن سعيد، فخلاص بيحترم وجهه نظرك الفنيه. دي نقطه. اما انت كمدرب في نقطه ثانيه، ما هو برضه دول هو بدون نادي دلوقتي بيسوق نفسه. النقطه طبعا انت لما تدور على الفرق الثانيه تلاقي بدل المحترف بالعشره يمكن الفرقه كلها تبقى محترفه. انت عندك مين بقى؟ الاساس بالاحتراف بقى اللي بيلعب في قطر والسعوديه والكلام ده. انت ما عندكش الا محمد صلاح ومرمى، ما ينفعش الاثنين ما بقوش موجودين في الملعب. ما ينفعش يطلعوا. انا ده رايي بصراحه. هو بصراحه لهم تقل. لا تقل بقى، حتى عاملين شخصيه مدين اللعيبه جرأه. معظم اللعيبه المحترمه برضه كان ميسي كريستيانو. في حاجه بقى لعبوهم. في حاجه بقى انا عاوز اقول لكم عليها بقى، انا الكابتن حسام حسن عاملها في تاريخه وفي تاريخ حمزه عبد الكريم. ان هو ينزل حمزه عبد الكريم في اول ماتش رسمي في الفريق الاول منتخب مصر، بيغيروا مع دي حاجه لا تنسى في تاريخ مين؟ حمزه عبد الكريم. أيوة. ان انا اول لحظه نزلتها كان محمد صلاح. يعني الله ينور عليك، محمد صلاح. فدي في نفس الوقت كمدرب يعملها كويسه، كلاعب حمزه عبد الكريم مش هينساها طول عمره. ده من وجهه نظري، ده عشان كده مجمل الماتش بالنسبه لنا مرضي.
لا مرضي، هو ما تعرفش ايه اللي حصل في اوضه اللبس. هو الشوط الثاني ما بصراحه هو اللي هو كابتن حماده ذكر آه. بقى يلعبوا لو والجماهير كلنا عارفين طبعاً. طريقه ما اللعب. تزعلوش الناس لو احنا عارفين طريقه التوأم وممكن كانت ضغوط في الماتش الشوط الاولاني الأولاني طبعاً. حصلت اتفكت في الشوط الثاني برضه كده. انتوا عارفين، خلينا مش هنقولها على الملأ، انتوا عارفين طريقه التوأم تمام والروح اللي عندهم، فاكيد احنا مش هنقول تفاصيل بقى، الناس عارفه التفاصيل. تمام. طبعا شكرا الحمد شكرا لله. كابتن حبيبي حماده، كابتن حازم. شكرا كابتن سعيد، حبيبك. تسلم.